لو انت طالب او حديث تخرج تعالى اقولك هتشتغل فين وهتشتغل ايه. في 6 شغلات هتقدر تشتغلهم سواء انت طالب او حديث تخرج. هتكلم عنهم. اول 3 وظائف مناسبين اكتر للطلبة، ولكن ينفعوا سواء كنت طالب او حديث تخرج. هينفع الاتنين ولكن مناسب اكتر للطلبة. لو انت حديث تخرج استنى اخر الفيديو، هتكلم عن 3 وظائف هيبقوا مناسبين اكتر لحديثي تخرج. اول 3 وظائف ودول كده حاجة خفيفة للطلاب بيقدروا يشتغلوها هما وبيدرسوا. اول حاجة ودي انا اول شغلانة اشتغلتها الا وهي ان انت تشتغل كوردينيتور سواء في منصات تعليمية او في مراكز تعليمية سواء اوفلاين او اونلاين، بيبقى الاتنين متاح. الشغل فيها بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة ان انت بتنسق الكورسات وبتسجل الحضور في اكسل شيت، وبتبدأ تنظم الكورس من الاول خالص وتشوف مين اللي بيحضر ومين اللي مش بيحضر، وبتبدأ ترتب كل التجهيزات بتاعة الكورس من A to Z. فالشغلانة دي من الشغلانات الخفيفة بتقدر تشتغلها بارت تايم او فول تايم، بيبقى متاح لاتنين. ومن الشركات اللي بتوظف ناس او بتوظف الطلاب، بتقبل طلاب او حديث تخرج، منها شركة ايوس، وفي شركة اسباير، وفي المنتور. طبعا دول بالنسبة لي اشتغلت في فترة كده من حياتي، اشتغلت فيهم مع واحدة منهم لمدة 2 سنين، كانت بارت تايم جوب. كنت بدرس وكنت في نفس الوقت شغالة معاهم. ده كده بالنسبة لأول وظيفة الا وهي كوردينيتور. تاني شغلانة وهي انك تشتغل كول سنتر. في شركات كتير بتقبل طلاب فترة كده كول سنتر. في شركات كتير بتقبل طلبة ان هم يشتغلوا كول سنتر سواء عربي، ويا سلام بقى لو معاك لغة يبقى انت كده 100 100. في شركات بتوظف كول سنتر منها فودافون وفي اكسيد. في شركات الكول سنتر كتير جدا بتقبل سواء طلبة او حديث تخرج. لو في اي حد محتاج اي مراجع او اي مصادر للاماكن اللي انا بتكلم عنها دي، اكتب لي في الكومنت وانا هبعت لكم سواء الميل تقدر تقدم من خلاله او موقع الشركه اللي انا بتكلم عنها. ثالث وظيفه هي تقدر تشتغلها وانت بتدرس او حديث تخرج، ان انت تبقى شغال ماركتينج او ديجيتال ماركتينج. بس الوظيفه دي محتاجه ان انت تكون متعلم ماركتينج ديجيتال ماركتينج، سواء انت كنت اتطوعت قبل كده في انشطه طلابيه وتعلمت ده، او سواء خدت كورسات وتعلمته تقدر تشتغل بيه وانت بتدرس او حديث تخرج. في شركه بعينها بتعين ماركتينج او ديجيتال ماركتينج، ولكن في شركات كتير بتنزل سواء محتاجين طلبه انترنشيب مدفوع، او في ان انت تشتغل فريلانسر على موقع الفريلانسر، وده لو انت اتعلمته هيفيدك جدا سواء دلوقتي او بعد التخرج. ده كده بالنسبه للثلاث شغلانات اللي تقدر تشتغلهم سواء انت حديث تخرج او طالب. كده بالنسبه للطلاب ستوب. تمام، انا هبدا في ال3 وظائف التانيين اللي هم ينفعوا حديث تخرج. لو انت عايز ليك بدايه قويه كحديث تخرج، في 3 شغلات هقولك عليهم كويسين جدا، هيضيفوا للسي في بتاعك كتير. لو انت خدت فيهم على الاقل خبره سنه، هتلاقي الشركات سواء شركات او بنوك او اي مكان هتلاقيهم هم اللي بيدوروا عليك. اول حاجه على راس الهرم فوق كده سيلز، عقارات وتامين. دول الحوت بتاع السيلز. يعني انت لو اشتغلت سواء سيلز عقارات او تامين، انت تقدر تشتغل اي شغلانه في الدنيا فيها سيلز وتبقى شاطر كمان. في شركات كتير بتعين سواء في العقارات، في شركات كتير جدا على حسب المحافظة بتاعتك. في كل محافظة في شركات عقارات تبقى مختلفة، فمش هقدر اقول اسم شركة معينة. ده كده بالنسبة لان انت تشتغل سيلز عقارات. بالنسبة لسيلز التأمين، في شركات تأمين كتير بتوظف سواء بتشتغل دايركت سيلز بتبقى مع نفسك او بروكر، او بتشتغل تبع الشركة بتوظفك في بنك من البنوك، ودي بتقبل اي كليه. تمام. في من الشركات اللي هي بتوظف، في ناس كتير بتبقى حابه ان هي تشتغل مع شركه تامين تبقى بتوظف في البنك. هقول لكم الشركات اللي بتوظف مين الشركات اللي تقدر تعينك في البنك شغاله في مجال التامين، الا وهي اليانز، 2 اكسا، 3 شركه مصر لتامين حياه. دول
اكتر 3 او اشهر 3 بيوظفوا في البنوك، في نفس الوقت برضو تقدر تشتغل معاهم دايركت سيلز. ننزل شوية بقى ان انت تبقى شغال سيلز في شركات اللي بتبيع اجهزة زي مثلا بيتك، دريم، كل الشركات دي كويسة جدا ان انت تشتغل فيهم سيلز، برضو بتضيف السي في بتاعك خبرة كويسة جدا. سواء بقى منهم برضو شركة زي شركة امان كويسة جدا، هتديك خبرة كويسة جدا في البيع والتفاوض، وفي نفس الوقت انت هتبقى لسه يدوب فريش واخد خبرة كويسة. ده من الحاجات اللي بتثقل السي في بتاعك بعيدا من الكورسات يا جماعة. انا يعني دي نصيحة مني ليكم، انا بفضل ان انت لما تتخرج او سواء انت طالب، لو لقيت فرصة شغل تشتغل افضل من انت تروح تاخد كورس بفلوس. دي النصيحة دي انا دايما اي حد بيكلمني انا بقول النصيحة دي، بقول له اشتغل اي حاجة، بس فضل الشغل دايما، خلي الاولوية للشغل عن ان انت تاخد كورس. لو انت الكورس ده هتتخصص في مجال معين او هتشتغل زي ما قلت كده ماركتنج او ديجيتال ماركتنج او اي حاجة، وانت شايف الكورس ده هيفيدك وهيضيف لك وهيساعدك ان انت تلاقي شغل او هيساعدك في الوظيفة اللي انت حابب تقدم عليها، خد الكورس وقتها. ولكن ما تاخدش كورس لمجرد ان انت عايز تحطه في السي في بتاعك وخلاص، مجرد شهادة. لو هو مش هيفيدك افادة علمية وهيفيدك بعدين في الشغل بتاعك فما تاخدوش. مفيش شغل بيعين على اساس ان انت خدت كورس الفلاني في السي في بتاعك. الخبرة احسن مليون مرة من ان انت تاخد كورس. تعالوا بينا بقى نشوف الوظيفة اللي بعدها اللي تقدر تشتغلها. تقدر تشتغل سيلز في شركات الاتصالات، منها بقى سواء وي اتصالات، اورنج، فودافون، كل دول شركات بتعين حديث التخرج، والاغلب بيبقى طريقة التقديم ان انت بتجهز فيه بتاعك وبتاخد منه نسخة وتروح تسيبها في الفرع القريب منك. لما تتخرج ما تعتمدش على وسايط. كل الوظائف اللي انا قلتها دي ممكن ما تكونش هي حلم لكل الناس اللي بتتخرج او هي الوظيفة اللي حابب يكمل فيها، ولكن الوظائف اللي انا قلتها دي مناسبة جدا لحديث التخرج، وبتثقل السي في زي ما قلت لك بالظبط، وهتوصلك للوظيفة اللي انت محتاج تشتغل فيها او محتاج تكمل فيها. في نفس الوقت بيدوا مرتبات كويسة تقدر تعتمد عليها. ان شاء الله الفترة الجاية هجهز لكم بوست هنزل لكم فيه كل الشركات اللي انا اتكلمت عنها، ولو في حد محتاج دلوقتي شركة معينة من اللي انا قلتهم او فرصة في الوظائف اللي انا اتكلمت عنها، اكتب لي في الكومنت وانا ان شاء الله هنزل لكم، او هنزل لكم على الجروب بتاع التليجرام الوظائف المتاحة وتقدروا تقدموا من خلالها. بس كده. لو انت وصلت لحد اخر الفيديو فمحتاجة منكم بس كل واحد يقول لي ايه الوظيفة اللي هو حابب فيها، وايه الحاجة اللي هو ممكن توقفه ان هو يشتغل، او الحاجة اللي هو محتاج فيها نصيحة او محتاج يعرف ازاي يقدم عليها، وانا هرد عليكم ان شاء الله في الكومنت. واخيرا ما تنساش الشير واللايك وتعمل سبسكرايب طبعا للقناة. واخيرا ما ننساش سبسكرايب واللايك والشير لاصحابك.